تاني، نداء إلى السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. احنا يا جماعة بنقول بإن بلدنا المحترمة جمهورية مصر العربية العظيمة دولة مؤسسات، دولة قانون، واحترام القانون على كل كبير، واجب على كل كبير وكل صغير. احترام القانون واجب على كل كبير وكل صغير يا سادة. لابد من تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، لأن ده ما ينفعش. اتفضلوا يا سيادة الرئيس، يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، إنه نطالب بإقالة وزير الشباب والرياضة. من فضلكم نطالب بإقالة السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. احنا ما بنطالبش بإقالته اننا بينا وبينه خصومة، او احنا بينا وبينه حاجة شخصية او اي حاجة. الراجل كشخص على عيننا وعلى راسنا، راجل محترم، راجل نزيه، راجل فوق مستوى الشبهات، لكنه ضعيف في تنفيذ القانون يا سادة. الدكتور أشرف صبحي ضعيف في تنفيذ القانون يا سادة. يا سيادة رئيس الجمهورية، الدكتور أشرف صبحي ضعيف في تنفيذ القانون. يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي ضعيف في تنفيذ القانون. إزاي يكون عندنا حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ويعجز السيد الوزير في تنفيذ القانون وتنفيذ الحكم القضائي إلى الآن؟ من يوم صدور الحكم لحد النهارده، والسيد وزير الشباب والرياضة عاجز عن تنفيذ قرار المحكمة أو الحكم القضائي بعزل مرتضى منصور وإبعاده عن الساحة الرياضية بحكم القانون وبحكم الحكم القضائي الصادر ضده. إزاي يا سادة؟ يعني ده يدينا، احنا كنا جينا فترة وقلنا ان القانون لما هو برضه طلع وقعد برضه يهيص وقعد يزعق وانا ما بسيب، مش القانون ما بيتنفذش عليا ومش عارف ايه، كنا زعلانين جدا، بنقول ان القانون ما بيتنفذش على الكبار لكن بيتنفذ على الغلابة والصغيرين بس. النهارده هو اثبت بان القانون لا ينفذ على الكبار، هو بينفذ على الصغيرين بس. لما يصدر امبارح بيان من مرتضى منصور بيقول ان مجلس ادارة نادي الزمالك اخذ قرار بتفويضه كرئيس لنادي الزمالك، يبقى فين تنفيذ القانون يا سادة؟ فين تنفيذ القانون يا سادة وزير الشباب والرياضة؟ حضرتك موجود فين؟ حضرتك ما سمعتش الكلام دون؟ حضرتك ما شفتش البيان ده؟ فين تحركاتك؟ فين تحركات الشباب بتاع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ القانون؟ ما ينفعش يا سادة، ما ينفعش يا حضرات. احنا دولة قانون وما زلنا متمسكين بان احنا دولة مؤسسات ودولة قانون، وعلى رأسها الرئيس المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن نيجي لنقط معينة زي دي تعمل برجلة في دماغ الشعب المصري ودماغ الناس ان القانون، ويشوفوا الوضع اللي قدامهم بان القانون لا ينفذ على الكبار بيتنفذ على الغلابة. فده ما يرضيش حد، وما يرضيش رئيس الجمهورية، ولا يرضي رئيس الوزراء، ولا يرضي السيد الدكتور أشرف صبحي رئيس وزير الشباب والرياضة. ما يرضيش حد في مصر يا سادة، ما يرضيش حد في مصر يا سادة الكلام اللي بيحصل على الساحة الرياضية في مصر، والبهدلة اللي شايفاها الرياضة المصرية في الأيام دي يا سادة. ما ينفعش، والله ما ينفع. مش هنتكلم في الموضوع ده كتير برضو لاننا نوصل الامور لشخصنة او نوصل الامور ان احنا ضد الدكتور اشرف صبحي. لا، احنا بنقول ان الدكتور اشرف صبحي
على راسنا وعلى دماغنا في كل حاجة. زي ما قلنا بان الدكتور اشرف صبحي كشخص على دماغنا وعلى راسنا، ولا نشكك فيه كشخص ولا نشكك في نزاهته ولا اي حاجة، لكن احنا بنتكلم على تنفيذ القانون في جمهورية مصر العربية. نيجي لحاجة اهم تاني بقى يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير. اضرب اللايك يا حبيبي، اضرب اللايك، اضرب اللايك بالله عليك، علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن وأكبر مشاهدين يتفرجوا عليه ويشوفونا ويشوفوا أخبارنا المهمة. من فضلك اضرب اللايك، من فضلك اضرب اللايك وشير الفيديو علشان يوصل للناس كلها في كل مكان. احنا بنيجي بقى لحاجة مهمة. احنا مش عايزين نسبق الأحداث، ومش عايزين نقعد نخمن، ومش عايزين نقعد نقول اللعيبة اللي ماشية واللعيبة اللي جاية ومين اللي جاي ومين اللي رايح والكلام من ده، لعدم الشوشرة على المسؤول أو المسؤولين أو لجنة التخطيط أو أمير توفيق أو أي حد مسؤول عن شراء أو بيع اللعيبة. طبعا احنا عارفين ومتأكدين حاجة مفروغ منها بأن الكابتن حمدي فتحي خلاص يعتبر ان هو ماشي من النادي الأهلي، ونتمنى له كل توفيق، وان شاء الله بإذن الله يرفع راسنا في القرى القطرية لأنه رايح نادي الوقرة القطري. وكان في جلسة لإنهاء كل الأوراق وإنهاء كل المتعلقات بالموضوع دون في أحد الفنادق في مصر، في بعد مباراة النادي الأهلي والوداد الأولانية اللي كانت بتتلعب هنا في مصر. كان في بعد المباراة مباشرة كان في جلسة جمعت الكابتن أيمن مع المسؤولين، وأنهوا كل كابتن حمدي فتحي مع المسؤولين وفي الفندق، وخلصوا كل المتعلقات وكل الاتفاقات برحيل حمدي فتحي إلى نادي الوقرة القطري، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله في مسيرته، وفي القادم يكون خير ليه إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا هنقول بقى للاعيبه اللي جايه ومين اللي جاي ومين اللي رايح ومين الكلام ده. طبعا احنا برضو عارفين بان تم انهاء الاتفاق مع محمد رضا بوبو للانتقال للنادي الاهلي ل5 سنوات، لكن لسه اللهم صل على النبي، لسه الخبر ما اتقالش رسمي على لسان النادي الاهلي، لكن هم خلصوا فعلا، ومحمد رضا بوبو مضى 5 سنوات، والمسؤولين في فيوتشر متحفظين على هذا الكلام، ولسه ما اعلنوش رسمي عن انتقال محمد رضا بوبو لمدة 5 سنوات للنادي الاهلي. في طبعا مصادر وفي ناس بتقول بان بدأت المفاوضات من اول وجديد مع محمد بن رمضان، وفي ناس بتقول ان في مفاوضات مع لعيبه، وطبعا الكلام ده كله طبعا احنا عارفينه، الكلام ده كله احنا مش عايزين نردده، لان طبعا احنا لو فضلنا نردد وكلنا هنقول لك بقى ايه، في ناس بتهبد وناس بتقول وناس بتقول الاخبار من دماغها، واحنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، لان احنا متعودين معاكم على الخبر الصحيح والمصداقيه في الخبر. الخبر الصحيح والمصداقيه في الخبر هم الخبرين اللي احنا بنقولهم دول، اللي هو انتقال حمدي فتحي لنادي الوقرة القطري، هو توقيع محمد رضا بوبو على الانتقال للنادي الاهلي لمدة 5 سنوات
دول اهم خبرين يعتبروا انتهوا تماما. لكن احنا هنقول بقى مفاوضات مع اللاعب الفلاني، مفاوضات مع النادي الفلاني، مع ده مجرد ده كلها تخمينات ومجرد هبد، واحنا ما بنخشش في الطريق دون، لان احنا ما بنحبش نضلل جمهورنا المحترم وجمهور قناة الكرة في النادي. احنا نطلع نقول لكم على كل ما هو جديد وكل ما هو صحيح وكل ما هو حصري، وده اللي احنا متعودين معاكم عليه. وما تنسوناش في الدعاء في الأيام المباركة المفترجة عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا تنسوا صيام العشر أيام القادمة إن شاء الله بإذن الله، اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بهم وأقسم بهم ليالي مفضلة عنده سبحانه وتعالى. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الدعاء إلى الله والتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة مقبول إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل منكم الدعاء، ويتقبل منكم الصيام الليالي العشر إن شاء الله بإذن الله، ويبلغنا وقفة عرفات إن شاء الله يوم عرفة بإذن الله تعالى. وكل عام وأنتم بخير. ونختم بالصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وأنا تحت أمركم في أي سؤال أنتم محتاجينه أو أنتم تقولوه. أهلا بكم أهلا بكم. لا أنا ما عنديش غير هو حمدي فتحي يا جماعة، هو حمدي فتحي بس اللي أنا أقدر أقول بأنه هو راح الوكر القطري. متشكرين يا سيدي، شكرا لحضرتك. وبلوك اشكرك. انا ما بردش على شتيمه، ما بردش على اي حاجه. متشكرين ان شاء الله. على راسنا والله، على راسنا كلكم، على دماغنا وكلكم على راسنا، وبنعتز بوجودكم دايما معانا. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.